السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واتمنى الفيديو ده ينال اعجابكم. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لايك وشير واشتراك في القناة وتعليق حلو كده يكبر خاطري، وحطوا لي اللايك، ما تنسوش اللايك يا ولاد. بصوا بقى، عايزه اقول لكم دي اصغر مشايه، بس كانت متنيله حرفيا باين عليها. على فكره الفيديو ده متصور بالليل، تصوير بالليل حلو يا ولاد، مش وحش والله. طبعا انا مسرعه الفيديو في الحته دي، محمد مسرعهولي لان الفيديو كان طويل جدا وما فيهوش فواصل كتير، فقلت له بقى سرع الفيديو عشان محدش يمل. هو كده كده غسيل سجاد يعني. هي بصوا متبهدله يا ولاد، دي من ايام جوازي يا ولاد، 13 سنه او 14 سنه يعني، كتر الف خيرها. السجاده دي محطوطه فين؟ بين الدولاب، في الاوضه الكبيره بين الدولاب والسرير. بصوا بقى، فوق تحت شباك اللي على السكه بالظبط، يعني اي تراب هي بتمتصه. فاجي انفض الدولاب مثلا ولا حاجه وهي مفروشه، ينزل عليها كده يعني. فبصوا بقى، كانت متبهدله خالص الصراحه. قلت هعمل لكم فيديو ليها، والله عاملاه امبارح بالليل يا ولاد. بصوا بقى، هي طويله يعني مش طويله. ابصوا بقى هنا، كل شويه امسح الصاله علشان يا ولاد التراب والزرزقه والحاجات دي لما بنشيل السجاد بيبقى يعني تبقى مش طايق تشوف كركبه كده. طبعا زي ما انتم عارفين الخلطه اللي انا بحطها عليها الكلور والمسحوق بس، وندعكها حلو بقى. بصراحه هي خدت مني مجهود لان هي كانت كلها تراب الصراحه. اهوت يا حبايبي، انا سبتها تتصفى يمكن طول الليل يعني. عملتها الصبح بدري. انا عملتها امتى؟ انا نشرت السجاده دي امتى يا ولاد؟ امبارح، قبل ما الفجر كده، صح؟ صح، الفجر يا ولاد عملتها. سبتها فعلا طول الليل. انا غسلها حوالي مثلا الساعه 11 مثلا بالليل، وسبتها لحد يمكن الفجر قبل ما انام. نشرتها يا ولاد. حتى خدت لكم شوط الصبح كده في اخر الفيديو تشوفوها بعد ما نشفت، يعني بعد ما اتنشرت. رغوي بقى يا ولاد وايه، وندعك الحتت الفاتحه اللي فيها دي. انا فرحانه قوي بتعليقاتكم في الفيديو اللي فات، وان انتوا قلتوا لي ان انا شجعتكم يا ولاد، فرحانه جدا والله. بصوا بقى، انا الفيديو ده طويل لان انا عملت كل حاجه في السجاده معاكم يعني. انا مسكت التليفون في ايدي وقلت بقى اقعدي، حتى لو هيتهز كده كده انت هتسرعي الفيديو، فمش هيبقى واضح الايه الهزه اللي في التصوير يعني. شجعونا يا ولاد، ادينا بنشجعكم اهو، وبنحاول كده على قد ما نقدر نشغل القناه ويبقى فيها فيديوهات باستمرار. فاضل بقى السجاده الكبيره يا ولاد، هي مش كبيره في الحجم، هي تقيله. سجاده تقيله سمكها تقيل كده، اللي هي الهاند ميد دي اليدوي. انا سجادي اصلا يا ولاد والله كان سجاد نظيف جدا، كنت جايباه من عند النساجون الشرقيون، واللي اشترى من عند النساجون دي شركه طبعا يعني كبيره جدا، مصنع حلو جدا، اعتقد عالمي يعني النساجون. فكان السجاد بتاعي يعني هو على رغم ان هو متبهدل كده. مع السلامه يا بابا، في رعايه الله، الله يحفظك يا رب ويصلح حالك، مع السلامه. آه، ولكن هو كان نوع نظيف يعني، عشان كده عاش واستحملنا واستحمل الدهس والهرس والغسيل. انا بغسل سجادي على طول على فكره، مش لازم على فكره اصور لكم، انا السجاده دي بغسلها والله دايما. ما خدتش مني يعني تعب في الحمام لان هي صغيره، ولكن كانت متسخه جدا فخدت مني وقت في الغسيل. على فكره انا بادئه اشطفها بعد غسيل كتير. انا مسرعه الفيديو يا ولاد. بصوا بقى، بحاول كده الميه بتاعت الحنفيه والميه بتاعت الخرطوم دوت، وبنحاول نشطفها. نزل من عليها الصابون، وبعد كده بقى ايه، نشطفها اكتر من كده كمان. بعد ما نشفت يا ولاد ما شاء الله، غسيل السجاد حلو، بيخليه يرجع جميل حتى كده يعني، حاجه تفتح النفس وريحته بتبقى تحفه كده وجميله كده. قومي انت وهي، قومي من على التليفون، قومي من تحت الغطا. قوموا تشجعوا واغسلوا سجادكم يا كسولين. هنا بقى لفيتها كده، عملتها شبه السندوتش كده، وحطيتها تحت الحنفيه عشان الميه اللي من الداخل كده ومن الخارج بقى بالخرطوم كده يا ولاد، وايه، وخليتها فله شمعة منوره. وحشتيني يا فله، والله وحشتيني. بصوا بقى، كنت كل لما اقول فله شمعة منوره تقول لي فله فله، وتفرح قوي ان انا قلت عليها فله. وحشتيني يا فلتي والله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، وعيلك طيبين لو بتشوفيني. اهوت يا ولاد، اهو. انا الفيديو ده لو ما كنتش سرعته كان هيبقى حوالي 15 دقيقه او اكتر. انا شطفت التويلت كده عشان ارفعها عليه.
تتصفى بقى يا ولاد، وسبتها الصفة دي اكتر سجادة الصفت عندي اهو. بصوا، ايوه اديله يا ام حبيبي، الله يديك الصحة والعافية يا ام حبيبي. خش هنا بقى على البطيء. طبعا الميه، بصوا يا حبايبي الحمام عندي ما فيهوش، شايفين مكان المساحه كده على اول الحمام ما فيهوش ايه اللي هي الرخامه الصغننه دي او الحاجز اللي بيطلع الميه، فانا لما بستعمل ميه كتير فالميه بتطلع كده بره الحمام يا ولاد. فطبعا ايه لازم كده ايه، عايزه اقول لكم الحمام الارضيه بتاعته من كتر الكلور والمساحيق اللي عليه بيلمع يا ولاد. بس لسه طبعا الحمام بتاعي عايز روتين قوي كمان، انا لسه هعمل لكم روتين حلو قوي 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 للحمام ان شاء الله، عشان الحيطان بتاعته اللي هو الاشاني السيراميك بتاعه والاحواض والتويلت والحاجات دي كلها عايزه طبعا اديها غسله ايه، غسله العيد يعني. روتين الاعياد والمناسبات غير الروتين اليومي يا ولاد، ان احنا ايدينا فيها كل يوم، ولكن بقى بنحب نعمل كده ايه روتين عميق كده في الاعياد والمناسبات والحاجات دي، وكل اسبوع بس في روتين يومي وفي روتين بتاع المناسبات. طبعا كلكم عارفين الكلام ده كويس. مساحه الحمام كده عشان اللي يطلع يخش الحمام مثلا يخش الصاله ويدخل على الحمام او العكس، ما يعملش، ما يبصمش في الارض كده ويبقى فيه علامات كده، رغم ان انا كل شويه اكنس وامسح في الصاله والله. اهوت يا ولاد، سبتها بقى على الوضع ده اللي انتوا شايفينه ده تتصفى لحد امتى وامتى اهو. لا رفعتها فوق التويلت من فوق في الحته اللي فوق خالص دي اهو. هنا بقى يا ولاد ده كان النهارده الصبح، قلت اخد لكم بصوا بقى بعد ما نشفت يا ولاد واتحطت في الشمس والهواء. والسجاده التانية اهي، بصوا هي دي اللي انا غسلتها في الفيديو ده اهو، وديت اللي انا غسلها امبارح نشفت يا ولاد بس حطها على الكرسي كده تحت، ودي برضو اللي انا منشراها امبارح برضو اهي. قربوا ينشفوا بس هسيبهم شويه. هنا وريت لكم بقى التنشير اللي انا منشراه، ولسه عندي تنشير تاني والله. يلا يا حبايب قلبي بحبكم كلكم في الله، والسلام.